يا رب يكونوا بخير. هنعمل معاكم بقى فيديو جديد، وقبل ما نبدا الفيديو هنصلي على النبي. هنعمل اكبر فيديو واشتريت النهارده. ليه؟ عشان احنا داخلين على المدارس، كل سنه وانتم طيبين، وبرده يعتبر اخر الشهر، وهنجيب حاجات برده الشهر، فمنها كده ومنها كده. هنعمل لكم فيديو بقى كده مشكل من كله. هنعمل فيديو مشكل معانا الحاجات اللي هي بتاعه البيت والطلبات بتاعه البيت والسندوتشات والحاجات دي، وهنوريكم برده حاجات المدارس الكاوتشات، وهنوريكم الهدوم اللي احنا جبناها للجامعه، وهنوريكم برده شويه منظفات احنا جايبينها. كل الحاجات دي احنا جايبينها بقى كل سنه وانتم طيبين على دخول المدارس. هنبدا بقى كده بالحلاوه بتاعه المولد. كل سنه وانتم طيبين. معاكم الحلاوه بتاعه المولد اهي، جبناها، والعيال عاوزين يجيبوا اللي هي الحصان الاحمر والحاجات دي. العروسه بقت والحصان بتاع المولد، كل سنه وهم طيبين. هم شبطوا فيه، هي مش حاجه حلوه يعني هو مش حلوه، كله الوان صناعيه، بس هم شبطوا فيه واحنا حابين نفرح. هنيجي هنا بقى كده شويه، دي الحلاوه بتاعه المولد نفرحهم بها. جبنا هنا نص طبق بيض معاكم اهو، وجبنا هنا فول، وجبنا نص كيلو شعريه، وجبت هنا بتاع استغفر الله العظيم يا رب فلفل اسمر، وبهارات مشكله. انا بحب اجيبها حصى وبفروم هني، ما بحبش اجيبها مطحون. ادي هنا كده معاكم. جبنا هنا ازازه زيت، وجبنا برضو هنا معاكم ازازه خل، وجبنا هنا بقى دول للسندوتشات. جبت طبقين لانشون، واحد بالفلفل الاسمر وواحد بالزيتون، وجبنا هنا طبقين جبنه رومي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده تكون الفيديوهات اللي احنا بنعملها بتعجبكم. جبنا هنا برضو كمان، جبنا هنا، انا ما بحبش ادي لعيالي مصروف وهم رايحين المدرسه عامه يعني، فبجيب جبت علبه بسكوت، جميله اهي. جبنا علبه بسكوت محشي. جبنا هنا كرتونه، جبت كرتونه دوريتوس، هتبقى عندي احسن ما كل شويه يروحوا يشتروا. وجبت علبه جبنه فيتا. ادي الحاجات للسندوتشات. هنجيب هنا بقى كده عندكم، جبت نص كيلو سمنه عشان عاوزه اعمل لهم شويه مخبوزات برضو هصورها لكم. وجبنا عسل وطحينه، جبنا ملح، جبنا هنا بيكنج باودر وخميره. اوريلكم اهو ديت. جبت واحده فانيليا وخميره هنا اهي، جبت كيسان خميره ودقيق، وجبت بقى باكو شاي، وجبت بن. دي الحاجات اللي احنا جايبينها، بس دي المشتريات بتاعت التلاجة او بتاعت خزين البيت. الحاجات دي بتبقى موجوده تحت ايدي، عشان بقى العيال هتروح المدارس مش هلاقي حد يروح يجيب لي يعني، بمعنى اصح. هوريكم بقى هحوش الحاجات دي، وهوريكم الحاجات بتاعت المنظفات اللي انا جبتها، وهوريكم برضو الحاجات بتاعت الكراريس والحاجات اللي انا جبتها التانية. هنكمل بقى المنظفات بتاعتنا اللي احنا جبناها. هنجيبها من هنا كده، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. احنا هنا جبنا مناديل مطبخ، وجبنا هنا مناديل اللي هي بتتحط على المكتب. جبت هنا علبة مناديل مبللة. جبت المخمرية اللي هي العود الملكي دي جميلة مزيل عرق. وجبنا ركسونا. جبت كريم فاتيكا اهو. جبنا هنا الرول بتاع السفرة ده جميل قوي، الواحد ما بيستغناش عنه ما بيجي يعمل اي حاجة. جبت هنا صابونتين سمرة هما. وجبت هنا كرتونة اوكسي من اللي هو الاكياس الجل. جبت هنا اكياس شامبو كده للعيال، عشان هما لما بيجي ياخدوا الشامبو بيبقوا عايزين يخلصوه كله. جبنا هنا لفة مواعين. اللفة دي جميل قوي يا بنات، لو لقيتوها هاتوها. هفتح لكم واحدة كده وشوفوها. فتحتها لكم اهو. هو دي اسمها، هي جميلة قوي، دي اسمها فتحتها لكم. هي تلاقي فيها سلك كده بتغنيك عن السلك، عشان السلك وده بيبقى على فكرة ستانلس، ماهوش سلك زي التاني البلدي، مش بيصدي المواعين. جبنا هنا تكرار تاني، انا لسه هنزل لكم الفيديو، انا كنت مصوراه قبل كده لو انتوا فاكرين، كنت مصوراه في الفيديو بتاع العزومة. كانت تاني جايباه وجربته وطلع ما شاء الله حلو، وجبته تاني. هنزل لكم الفيديو بتاعه. انا ما رضيتش انزل الفيديو بتاعه الا لما اجربه ولقيته حلو وخلص، وجبته تاني ان شاء الله هنعمله لكم برده وانزل لكم الفيديو. جبت هنا برسيل جل. ده بتاع بريل المواعين، بجيبه من عند الراجل بتاع المنظفات فك يعني، بتسرت لي ب10 جنيه بس حلو. وهنا ده معطر بتاع جو برده فك، بجيبه في الازاز احسن ما باخد الاكياس بتتقطع مني. وده دوني للملابس. وده ودي جبت ليفه هي للحمى. يعني ما شاء الله دي المنظفات بتاعنا برده اهي. قبل ما تروحي تجيبي المنظفات بتاعتك، بتروحي بتشوفي الحاجات اللي ناقصاكي ايه، ما تروحوش تجيبي كده يعني وانت ما انتش عارفه. الواحد بيتلبخ وما بيبقاش فاكر، فاني بكتب ورقه بالحاجات اللي هي ناقصاني،
وبروح هناك عند الراجل بتاع المنظفات اجيب الحاجات كلها اللي انا محتاجاها. اي حاجه يعني، مش المنظفات بس، حتى فيديو بتاع المشتريات برضو اللي هي بتاعه التلاجة برضو ببقى كاتبه ورقه وانا ماشيه. يا رب بس كده تكون الفيديوهات بتعجبكم وتعملوا له لايك كده وكومنت حلو وتشجعوني. هنكمل بقى الفيديو، هنحوش الحاجات دي وهنعمله لكم بقى كل فيديو واحد، وهنوريكم بقى الحاجات بتاعه اللي احنا جبناها الكاوتشات بتاعه المدارس وبتاعه الكليه، وهنوريكم كمان الحاجات اللي احنا جبناها بتاعه الكراريس وبتاعه الحاجات اللي هي بتاعه المدرسه، يعني علشان هم اصلا احنا كان عندي حاجه قديمه وغلقت عليها. يعني انا شفت الحاجات اللي ناقصه عندي او جبتها، ما رحتش جبت حاجات جديده كده عمال على بطال. يعني برضو على قد ما بنقدر بنحاول، هي ما فيش حاجه دلوقتي، الواحد بيحاول على قد ما يقدر يعرف يلم ايديه شويه يعني. هنلم الحاجات دي واوريكم الحاجات التانية. هنكمل بقت فيديو المشتريات. احنا وديناكم الحاجات اللي احنا جبناها اللي هي بتاعت المنظفات وبتاعت الحاجات دي. هي المشتريات دي مش بتاعت يوم واحد، احنا بقالنا كام يوم بنلم فيهم وجمعت لكم نعمل فيديو كامل. عندنا بقت كل سنه وانتم طيبين وعقبال ما تفرحوا باولادكم. عندنا بقت داخلين الجامعه، فحسام ابني داخل الجامعه، فزي ما انتم عارفين الجامعه محتاجه لبس ومحتاجه حاجات، فيعني ربنا يكون بعون الناس. انا مش هقول لكم اسعار عشان الواحد جاي اصلا من الاسعار مصدوم، فاحنا جبنا اللي هنقدر عليه وربنا يعيننا كده ونجيب له حاجه. احنا هنبدأ هنا الاول بالكاوتشات والحاجات اللي احنا جبناها. احنا مش هنقول اسعار عشان كل واحد وكل بلد لها السعر اللي هي عاوزاه. جبنا له قسم الاحذيه مش للدرجه دي يعني. جبنا له كاوتشين وهم وعنده واحد تالت ابيض يعني. وجبنا واحد للدكتوره شهد علشان يشمعنا هي، وواحد للاستاذ احمد علشان يشمعنا هو. وبعد ما جبنا لهم بقى وفرحناهم قلت اما احن على نفسي جبت لي جزمه وجبنا لابو حسام شبشب، كتر خير. احنا جبنا هنا الشتوي نزل، فانا جبت له من ده ومن ده. جبت له اداه 1 2 3 4 4 تيشيرتات شتوي، وجبت له هنا ترنج، وجبت له قميص بكم، وده تيشيرت بنص كم ولسه محتاج كمان. جبت له برضو بنطلونين ترنجات من اللي هي ترنجات الخروج، وجبنا له هنا بنطلونين جينز على اللي عنده لغايه ما يبقى نجيب له كده حاجه بحاجه. وجبنا له برضو كام طقم داخلي تقولوش يعني زي ما يكون عريس وداخل بنجهز له يعني. فهو كل سنه وانتم طيبين، ربنا يفرحكم باولادكم وربنا يخليكم جديد دايما تعيشوا وتجيبوا. هنجيب بقى هنا جبنا للابله شهد او الدكتوره شهد بمعنى اصح، الزي بتاعها بتاع المدرسه بتاعتها ابيض في كحلي، فاحنا جبنا لها هنا ده دريس كامل، ودي بلوزه وجيبه، ما عندناش لبس بناطيل. وجبنا بقى شويه حاجات كده دول تكمله على الحاجات اللي عندي للاستاذ احمد شهد تابلت وملهاش هي في الكراسي والحاجات اللي بعد حاجات كده بتكتب فيها. جبنا لاحمد شويه اقلام رصاص، وجبنا استيكه وشويه كراريس، الحاجات يعني اللي بتبقى مطلوبه للمدرسه. دي كل المشتريات اللي احنا جبناها. انا جمعت لكم فيديو كامل علشان ما اقعدش يعني اجيب حته وحته، فجمعت لكم فيديو كامل. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعين كل واحد، يعني العيشه هتتغلي، ربنا يعين كل واحد على اللي احنا بنشوفه وعلى الاسعار اللي احنا بنشوفها. فربنا كده يعينكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول المدارس بقى كده. وربنا يوفقكم ويوفق اولادكم ويجعلهم دايما في نجاح وتقدم. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.